يلا نبدأ وصيتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنا هنحتاج لكمية من البصل، هنكون مقطعينها جوانح، كمية حسب طبعا ما انتوا عايزين. هنضيف عليها معلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من الملح، منكترش الملح علشان البصل ما يحتقش معانا، دي ملحوظة. يلا بقى تعالوا هاتوا حلة كبيرة كده حلوة كده على النار. النار هتكون عالية. هنحط فيها حوالي كوباية صغيرة مليانة من الزيت، كوباية شاي كده صغيرة مليانة زيت. هننزل طبعا بالبصل الجوانح اهو، انا عملته قدامكم اهو. طبعا فرقته كده من بعضيه. وهننزل في الزيت بعد ما الزيت يكون سخن معايا ودرجة حرارته بقت سخنة جدا. يلا في حلة تانية بقى هنعمل معانا الصلصة بتاعة الكشري. الصلصة بتاعة الكشري يا جماعة، كمية الزيت اللي انا حطيتها للبصل، الكمية دي انا هستخدمها في في كل حاجة. يعني خلاص انا حمرت البصل، هاخد من البصل جزء من هاخد من الجزء اسفة، من الجزء اللي انا حمرت فيه البصل، هاخد منه جزء عشان اعمل منه الصلصة بتاعة الكشري. زي ما انتم شايفين كده انا خدت جزء من الزيت، نزلت فيه بمعلقة كبيرة من التوم مفرومة، عليها برضو قرن فلفل احمر او فلفل رومي احمر عادي. وبعدين نزلت بشوية من الخل، وبعدين الطماطم طبعا عصراها ومصفياها، ومعلقة من الصلصة، معلقة كبيرة من الصلصة. ممكن انزل بالصلصة بعد الخل مباشرة عادي. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا او بالتوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وكمان هننزل بالملح بتاعنا. وفي حاجة هنا بس طبعا انا ما صورتهاش، انا حطيت هنا كمان مكعب من مرقة الدجاج. مش هنكتر الملح علشان احنا حاطين مكعب مرقة دجاج. لو حابين تستغنوا عن المكعب بتاع مرقة الدجاج مفيش اي مشكلة. كده خلاص الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة، مفيش اسهل من كده. هنغطي بقى ونسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك كويس جدا. تعالوا بقى في باقي كمية الزيت اللي اتبقت مننا اللي هي حمرنا فيها البصل. الكميات اللي انا عاملاها دي يا جماعة كلها من ربع كيلو، يعني ربع كيلو من الشعرية نزلت بيه في الزيت اهو، هحمره، هخليه لونه كده ذهبي غامق، هتشوفوا معايا دلوقتي. خلاص هنا اهو، هو ده اللون المطلوب وهو ده اللون اللي انا عايزاه. ما ينفعش تكون ذهبي كده بلون فاتح، لا لازم تكون ذهبي غامق. هننزل كمان عليها بحوالي ربع كوباية، ربع كيلو اسفة، ربع كيلو من الرز. قلت لحضراتكم ان الكميات اللي انا هستخدمها هنا هي ربع كيلو، من كل نوع ربع كيلو. نزلت بالرز، لازم اخلي الرز ياخد معايا لون، يعني لازم شوف لو تاخدوا بالكم ان الرز هنا يعني لون الرز اتغير للون الابيض قوي اهو. وبعد كده هنزل بحوالي برضو ربع كيلو من المكرونة، اي نوع مكرونة انتوا حابينه، اي نوع مكرونة. في الوصفة دي ممكن تستخدموا اكتر، يعني يعني اكتر من نوع من المكرونات، في يعني مع بعضيهم، مش شرط ان هو يبقى نوع واحد، لا انا يعني انا حطيت هنا مكرونة صغيرة رفيعة، ممكن احط نوع تاني من المكرونة برضو. وبعدين هنا نزلت برضو بربع الكيس المكرونة الاسباجيت، بس طبعا كسرته، يعني جبت الكيس كسرته نصين، والنص اللي انا هاخده او هستخدمه كسرته كمان نصين. هنا طبعا معايا العدس بجبة او العدس البني، انا ما سلقتوش خالص، انا حطيته في حاجه كده يعني كزرولة او اي حاجه، ونزلت عليه بميه مغليه وسبته حوالي ساعه. انا طبعا عامله العدس من قبل ما ابدا الوصفه خالص، يعني انا جبته كده ورحت حاطه عليه ميه مغليه. هو على طول هتلاقيه هتبصوا تلاقوه كانه كده، يعني كانك متسوياه نص سوا. كل حاجة طبعا يا جماعة مش بحط كده الحاجات ورا بعضيها بسرعة زي ما انتوا شايفين، طبعا انا عاملة هنا كده عشان التصوير. لا كل حاجة لازم بتاخد مدة في التحمير، يعني اقل حاجة خالص 3 دقايق،
من 3 ل4 دقايق انا بحمر الحاجه. هننزل بقى على الكلام، كل الكلام ده بميه سخنه مغليه وبمكعب مرق الدجاج. الميه هنا لازم تكون مغطيه المكونات اللي انا محمراها دي كلها. وننزل بالتوابل بتاعتنا، الكمون برضو والملح، وحطيت برضو مكعب مرق الدجاج. هنا الصلصه بتاعتي كانت خلاص جاهزه، كانت جميله جدا وقوامها حلو قوي، مش اللي هي تقيله قوي ومش اللي هي خفيفه قوي. وهو ده القوام المطلوب للكشري يا جماعه، في صلصه الكشري لازم القوام ده. شايفين هنا بقى البصل هنا ما كانش شارب زيت خالص. وعايزه اقول لكم في البصل هنا ما ينفعش احط معاه دقيق خالص، لان الدقيق يا جماعه خليه يرجع يرد طري تاني معايا. لكن النشا، شايفين هنا النشا هنا هتخليه مقرمش كده جميل ومش هيرد طري تاني. يلا بقى نعمل الدقه بتاعه الكشري، وكان طعمها بجد تحفه. هننزل بمعلقه كبيره برضو من نفس التوم اللي انا عملته للصلصه، هي برضو نفس التوم اهو. هاخد برضو معلقه كبيره، معلقه كبيره من التوم المفروم. وهنزل برضو بميه مغليه على طول كده من الكاتل يفصل. هنزل على طول على الايه، على معلقه التوم. طيب هنحط على الكلام ده ايه؟ يلا هنحط بقى هنا حوالي ربع كوبايه من الخل الابيض، ربع كوبايه صغيره، كوبايه يعني اللي هي كوبايه او ربع الفنجال كمان، ربع فنجال كده خل ابيض. وهننزل عليه كمان بعصره ليمونه، هنحوش البذر كده وننزل على طول بعصره ليمونه. وننزل كمان بمعلقه صغيره من الفلفل، من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. وما ننساش الملح. وندوب الكلام ده كويس قوي، وبقت كده دقه الكشري جاهزه كمان معانا. ربنا يحفظها لي يا رب، ويحفظ لكم اولادكم جميعا. طبعا سلمى بنتي كانت واقفه معايا في المطبخ، ما سابتنيش في اليوم ده. تعالوا بقى شوفوا الجمال، حاجه تحفه، ولا لزقت في الحله ولا عجنت ولا اي حاجه. والله كل حاجه طالعه مفلفله كده وجميله، وبجد تجيب النفس. شايفين انا هنا بوريكم المكرونه اللي هي الاسباجيت، بوريكم ازاي ان هي استوت، يعني شايفين استوت. هنا بقى مش لازقه في الحله خالص اهو، بوريكم القعر بتاع الحله مش لازقه خالص، ولا اتحرقت ولا المكرونه عجنت مع بعضها ولا اي حاجه. تعالوا هنا بقى في التقديم. الكشري بتاعنا كان جاهز، ما خدش وقت خالص وما غلبناش كمان. والدقه كانت اجمل دقه هتعملوها في بيوتكم، وبألف هنا وشفا. ويا رب الوصفه تنول اعجابكم.